Hi, Pep. Sorry to go off topic, but you've got a cut and apparently some others. With my finger here, with my nail. That's fine. We just wanted to know. I wanna hurt myself. Yeah. جوارديولا حاليا في المركز السادس في الدوري الإنجليزي، وبيقدم أسوأ موسم في تاريخه في أي دوري لعبه، ولو أي مدرب مكانه كان ممكن تتم إقالته. وبعد هبوط أداء مانشستر سيتي ناس كتير طلعت تهاجم جوارديولا وتتهمه إنه مدرب أوفر ريتد، والفلوس الكتير اللي بيصرفها وإنه بيدرب أقوى فريق في كل دوري بيروحه هم دول سبب نجاحه. ووضع مانشستر سيتي الحالي بيخلينا نتساءل، هل دي نهاية جوارديولا مع مانشستر سيتي وبداية انهيار مسيرته التدريبية، ولا هي مجرد فترة هبوط مستوى طبيعي بسبب تشبع فريقه بالألقاب وخسارته لأفضل لاعب في العالم رودري؟ وهل الاتهامات الموجهة لجوارديولا حقيقية فعلا ولا مجرد كلام وخلاص من كارهي بيب؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن تاريخ جوارديولا وتأثيره الكبير في كرة القدم آخر 17 سنة، وفي الآخر هنتكلم عن مشكلة مانشستر سيتي الحالية وهل بيب هيقدر يخرج منها ولا لا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتعرفني في كومنت تحت عن رأيك في بيب جوارديولا قبل ما نبدأ حلقة النهاردة. بيب كلاعب ما كانش موهوب بشكل خارق، لكنه كان ذكي في الملعب، بيعرف يتحكم في الريتم ويوزع الكرة بشكل ممتاز. لعب مع برشلونة أكتر من 10 سنين وفاز ب6 دوريات إسبانية، لكنه ما كانش النجم الأول في الفريق. في آخر مسيرته لعب في إيطاليا شوية مع بريشا وروما واعتزل سنة 2006. بعد الاعتزال دخل عالم التدريب بسرعة، بدأ مع فريق برشلونة بي سنة 2007 وبعد موسم واحد بس مسك الفريق الأول. في صيف 2008 برشلونة كان في أزمة حقيقية، موسم صفري بدون أي بطولات، مشاكل في غرفة اللبس وفريق ضايع ملوش هوية. وقتها الإدارة قررت تاخد أكبر مخاطرة في تاريخها، تعيين مدرب شاب أول مرة يمسك فريق كبير، وهو بيب جوارديولا. في الموسم الأول البداية كانت كارثية بمعنى الكلمة، خسارة من نومانيسيا وتعادل مع رايسينج سانتاندير، والصحافة كانت بتشكك فيه وكل الناس بتسأل، هل جوارديولا مؤهل أصلا لتدريب برشلونة؟ في المباراة الثالثة في الدوري الرد جه وبرشلونة كسبت 6-1 ضد سبورتنج خيخون، ومن هنا بدأت المكنة تشتغل مع جوارديولا. ومن الموسم الأول جوارديولا كان بياخد قرارات صادمة للجمهور، منها إنه مشى رونالدينيو وديكو وده خلى ميسي ياخد دور أكبر في الفريق، وثلاثي برشلونة سجل أكتر من 100 هدف في الموسم ده. وبرشلونة بيب كسب سداسية تاريخية عشان يسكت كل منتقديه، والفريق كان مرعب وبيقدم شيء جديد أول مرة نشوفه في حياتنا. بيب كان مهووس بالتفاصيل، وفترة بيب جوارديولا في برشلونة حقق فيها 14 لقب وقدم لنا أمتع فريق في تاريخ الكورة. مش مجرد كان بيكسب بس، ولكن كان بيهيمن على الخصوم حتى لو خسر. كل اللي بيواجه برشلونة كان بيكون عارف إنه هيعاني ومحتاج معجزة عشان يكسب، ولو المباراة عادت مش هيكسب. للدرجة دي الفريق كان قوي، ولكن للأسف بسبب صراع الرئاسة داخل النادي واللي كان بين خوان لابورتا وساندرو روسيل، ده خلى وظيفة جوارديولا صعبة، لأن أي نجاح كان بيحققه النادي كانوا على طول بينسبوه لخوان لابورتا. ولما روسيل كسب انتخابات الرئاسة وبقى هو رئيس النادي كان عايز كل الفضل يتنسب ليه، وللسبب ده تدخل في شغل جوارديولا وفي طرق التدريب والتعاقدات. وكلنا عارفين شخصية جوارديولا الصدامية، وإنه مستحيل يكمل في مكان هو ما عندوش التحكم الكامل فيه. للسبب ده جوارديولا استقال من تدريب برشلونة 2012 وقرر إنه ياخد فترة راحة من التدريب. Anunciar-vos oficialment
المعايير هناك. في فترته مع البايرن هيمن على البطولات المحلية، ولكن دوري الأبطال فضل عقدة بالنسبة له. جوارديولا خرج من الأبطال 3 مرات متتالية، من نص النهائي مع البايرن ضد ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو، وعلى الرغم من تقديمه لكورة ممتعة لكنه تعرض لانتقادات كتير بسبب عدم فوزه بدوري الأبطال، واتهامات كمان كتير ليه لأنه ما أضافش أي حاجة جديدة للنادي، وإنه ورث أصلا فريق قوي جدا من هاينكس. فكل الألقاب اللي حققها كانت مضمونة البايرن، سواء بيب كان المدرب أو أي حد تاني. جوارديولا كسب مع بايرن 7 ألقاب في 3 سنين اللي قضاهم هناك. والسؤال، هل فترة جوارديولا في بايرن ناجحة ولا فاشلة؟ يا ريت تعرفني رأيك في الكومنتات تحت. ولو الفيديو ده عجبك لحد دلوقتي تقدر تدخل على القناة وتشوف فيديو ليه ريال مدريد أسوأ في وجود امبابي. أهلا بك في دوري لا يوجد به غرناطة ولا فرانكفورت. دي أكتر جملة كانت بتتكرر قبل وصول بيب لإنجلترا. جوارديولا وصل السيتي في موسم 2016-2017، وأول موسم ليه كان صعب بسبب تغيير الدوري، والفريق اللي مسكه كان من أكبر الفرق في متوسط الأعمار، والفريق كان محتاج تغيير كبير عشان يقدر ينافس. الموسم الأول ما كانش ناجح وجوارديولا أنهاه في المركز الثالث، لكن السنين اللي بعدها جوارديولا قدر يسيطر على إنجلترا. I wanted to ask you a question that's pretty simple for me. Yeah. What is the hardest thing that you have to encounter since you've been in this league? What's the hardest thing in this league? But to adapt the specific quality of this league, yeah. So I try to play in one way on my career, and here in terms, for example, high pressing, when the opponent has the ball, I go to pick you up, but it's not allowed because it's not allowed. So many times the ball is more in the air than in the grass, and I have to adapt that. كتير بيتهموا جوارديولا انه كل اللي حققه مع السيتي كان بسبب الصرف المبالغ فيه على كلامهم، وانه بدون الفلوس ما كانش هيحقق اي حاجة. لكن هل ده حقيقي؟ محدش يقدر ينكر ان جوارديولا صرف كتير، ولكن لو بصينا على الناحية التانية من المدينة هنلاقي ان مانشستر يونايتد صرفوا اكتر بكتير، وللأسف ما حققوش اي حاجة مقارنة بالسيتي. وكل فرق التوب 6 صرفوا كتير برضه، وعندنا امثلة كتير خارج انجلترا، برشلونة مثلا في نفس الفترة، وباريس سان جيرمان، وأندية تانية كتير. فالصرف مش العامل الوحيد، والسيتي حاليا بيواجه صداع الاتهامات بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، ولكن مش هتكلم عنه النهارده، ونستنى لحد ما يكون في حكم نهائي والصورة تتوضح اكتر. كمان جوارديولا تعرض لانتقادات شديدة بسبب خروجه من الابطال باستمرار وعدم تحقيقه للبطولة، ولكنه قدر اخيرا يتوج بيها بعد خسارة النهائي ضد تشيلسي وبعد خروجه كتير من نص النهائي. ومحليا جوارديولا سيطر على الدوري الإنجليزي وسكت كل منتقديه. والمقولة بتاعته مرحبا بك في دوري لا يوجد فيه غرناطة وفرانكفورت بتستخدم في السخرية من اللي كانوا بيقولوها، بس مش أكتر دلوقتي. جوارديولا كسب 18 بطولة مع السيتي لحد دلوقتي، وحاليا هو أفضل مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي، أو التاني بعد السير أليكس فيرجسون. لو عايزين فيديو عن مين أفضل بينهم عرفوني ده في كومنت. السيتي حاليا بيمر بأسوأ فترة من ساعة تولي جوارديولا تدريب الفريق، فايه السبب لهبوط المستوى ده؟ السيتي عندهم مشاكل كتير الموسم ده، اهم مشكلة منهم هي غياب رودري، افضل لاعب في العالم. طبيعي غيابه يكون مؤثر شوية، لكن محدش توقع التأثير يكون كبير وشديد للدرجة دي. لو بصينا على الجراف ده والارقام هنلاقي مانشستر سيتي تقريبا بيعملوا نفس الفرص زي المواسم اللي فاتت. المشكلة بتظهر لما نبص على الجراف والارقام في الدفاع، فغياب رودري مؤثر اكتر بكتير مما أي حد فينا ممكن يتوقع. But it's not just the case that they are conceding more chances, although they are conceding slightly more chances than they have in previous seasons. The issue is that the chances that they are conceding are of a much higher value than they have been in previous seasons. So if we look at this viz here, which actually shows you the expected goals per shot, you can see City right at the bottom here. This is the worst in the league. They are underneath Ipswich, which is not a good place to be. So I've got a game for you called Would Rodri have stopped this? What we have here, a good example of where Rodri's missing. And what you'll see here is what we constantly see with Man City at the moment, the back four with nobody in this space. And what you want is a player in this position, because they can either stop the pass into the striker, or they can just go and close down anyone next to them, slow it down at least so other players can get back in position, just keep it organised. He's not there, so the ball does go to the striker. That's 3-2, eventually finding to get back for a draw, and Guardiola is not very happy about it. Would Rodri have stopped this? Yes.
كمان تشبع الفريق بالألقاب المواسم اللي فاتت والضغط المستمر عليهم أكيد له دور في الموضوع، ولاعبي السيتي بدأوا يكبروا في السن، فدي كلها مشاكل بتواجه جوارديولا، فهل هيقدر يحلها ولا هتكون دي نهايته؟ محتاجين نستنى لآخر الموسم عشان نعرف إجابة السؤال ده. دلوقتي ندخل في السؤال المهم، هل بيب جوارديولا اوفر ريتد؟ اللي بيقولوا الكلام ده بيتكلموا في حاجتين اتنين، رقم واحد انه دايما بيدرب فريق جاهز ومليان بالنجوم، رقم اتنين انه بيصرف فلوس كتير على التعاقدات. الكلام ده فيه جزء من الحقيقة، بيب فعلا بيدرب فرق غنية وعندها إمكانيات ضخمة، لكن الفلوس لوحدها مش بتعمل فريق ناجح، وإلا كنا شفنا باريس سان جيرمان بيكسب دوري الأبطال كل سنة. بيب بيطور اللعيبة زي ما عمل مع ميسي في برشلونة، وزي ما شفنا مع لعيبة زي كيفن دي بروين وفودين في السيتي. كمان نظامه مش سهل يتطبق، مدربين كتير حاولوا إنهم يقلدوه لكنهم فشلوا، ونظامه الصعب ده بيحتاج لاعبين جودتهم عالية جدا. في النهاية جوارديولا مدرب عبقري وغير اللعبة بطريقة كبيرة، لكن هل هو مثالي؟ أكيد لا. هل استفاد من الإمكانيات اللي كانت معاه؟ أكيد، بس ده ما يقللش من اللي عمله. دلوقتي دوركم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، هل بيب جوارديولا اوفر ريتد ولا هو فعلا أعظم مدرب في التاريخ؟ أخيرا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بننزله. شكرا على المشاهدة، سلام. Mister. Shall I call you Mister or Pep? I can't call you Pep. Yeah. It's too difficult for me. Yeah. I'm gonna be. I'm not your mister anymore. Yeah, but once you've been my Mister, you're always gonna be my Mister. So. And that level is that, my friends. That's why no one did 4 Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Let's go. Ready, guys?